السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم معايا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم لا فيديو في اتم الصحه والعافيه علينا وعلى جميع المسلمين. وقبل ما نبدا الوصفه ديالي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غندير واحد الوصفه وقلت ان شاء الله يا ربي غنبارطاجيها معكم. هنا عندي واحد فريخ ديال الحمام كيف ما كتشوفوا، بعد ما غسلته مزيان بالحامض والملحه، يعني ليله كامله قبل غسلته ورقدته في الحامض. وهذا كيف ما كتشوفوا هو مغسول مزيان. غنعمر ان شاء الله باذن الله بالروز. هذا عندي روز عادي، وهنا راني وجدت تشرميله من قبل باش ما يجيش فيديو طويل بزاف. نقول لكم ان شاء الله يا ربي شنو عملت في هاد التشرميله هذه. عندي خلاص قزبور معدنوس، واحد 3 الفصيصات ديال الثوم وشويه ديال الزيتون مقطع، وعندي حامض مصير. بالنسبه للتوابل عملت الملح، شويه ديال الابزار، الكمون، الخرقوم، السكينجبير، الفلفل الغبره، وعندي كذلك شويه ديال زيت الزيتون، وعندي شنو اخر، وعندي الصوص ديال الصوجا. وعملت واحد تقريبا شي 3 ديال المعلقات ديال زيت الزيتون راني قلتها. وبعد هادشي كامل عملت واحد نص كاس تقريبا، عندي كاس كبير النص ديالو. غادي نخلط ان شاء الله يا سيدي ربي معكم هاد التشرميله هذه كيف ما كتشوفوا. نعاود انا راني شاده التليفون بواحد اليد، كنصور بواحد اليد. هنا غنزيد شويه ديال الروز هنا عندي بعدا باش نعمر هاد الحميمه ديالي، ونتلاقى معكم ان شاء الله. وهنا رجعت معكم بعد ما عمرت الحمام ديالي. ها هو عمرته مزيان في الجوانب حتى في ما بين الجليده. عملت لهم ديك التعميره ديال الروز بديك التشرميله. ونسيت واحد الحاجه ما قلتها لكمش هنايا، عملت واحد البصيله صغيره حتى هي حكيتها كتعجبني انا ديك النسمه ديال البصل. واللي عنده بصل يعني بودغ يعملها فيها، انا كتعجبني النسمه ديال البصل في هذا الروز هذا. صافي دابا ان شاء الله يا ربي هانتوما كيف ما كتشوفوا عمرت الحميمه ديالي مزيان مزيان. وهذا الروز هذا غادي نرافقوا معاه في الطبق ان شاء الله، في الطبق النهائي. انا عندي يعني ما عنديش اللي يصور ليا، كنصور بيد وحده، يعني بعض المراحل كنديرهم بوحديتي على اساس ما عنديش اللي يشبر لي التليفون هيدايا ونصور. المهم هادشي اللي كاين الحباب ديالي. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا معنا الطبق النهائي. كنحاول ندير فيديوهات قصارين على يعني على قد ما يمكن باش ما الانسان كيدخل يتفرج عاد خصك بزاف ديال الوقت باش تفرج. تنقول اللهم انسان يعمل فيديو قصير يعني يكون في متناول الوقت ديال الجميع ان شاء الله يا ربي. وهانتوما معايا، ونتمنىكم يا ربي تعملوا لي واحد لايك وواحد اشتراك فضلا وليس امرا كيف ما العاده الحباب ديالي. الله يجازيكم بخير. وهانتوما معايا حتى ان شاء الله ننزل لهم يتغداو وتشوفوا معايا الطبق النهائي. انا غادي نديرو في يتبخر، يعني ما غاديش نعملو ديريكتومون في هذا في الفران. قلت انا نعملو يتبخر واحد شويه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ها هو البنات الطبق النهائي كيف ما كتشوفوا. واخا عملت غير رز عادي جا مفروس تبارك الله. ها هو الحمام ديالنا طاب. نتوما كتعرفوا يعني الحمام راه عامل بحال الدجاج البلدي. التعمير ديالو هذا هو الطبق النهائي. ونتمنى تقبلوا على الموجود. شكرا لكم على المتابعه، الله يخطيكم. شكرا لكم بزاف بزاف، غير يخطيكم هنيه. الحميمه ديالنا طابت ما شاء الله، جات غزاله وشهوه منها بصراحه. المذاق ما نقولكمش ولا اروع. يلا السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.